شيعت قبل قليل جنازة زوجة الشيخ عبد الله رشدي من مسجد السيدة نفيسة في محافظة القاهرة بعد صلاة ظهر اليوم الأحد 1 يناير. وكان عبد الله رشدي أعلن عبر صفحته على الفيسبوك عن وفاة زوجته، وقال عبد الله رشدي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرة دامت 15 سنة، كانت فيها الزوجة المحبة ورفيقة الدرب الوفية. مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله. وتقدم الداعية عبد الله رشدي اليوم الأحد ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس بيتهم فيه مستشفى شهير بالتسبب في وفاة زوجته. وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من عبد الله رشدي مفاده وفاة زوجته داخل مستشفى بسبب تعرضها للإهمال الطبي. وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وجاري مناقشة المسؤولين بالمستشفى للتأكد من صحة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. ونشر عبد الله رشدي فيديو خاص على صفحته الشخصية عبر فيسبوك وتويتر، شرح خلاله تفاصيل ما حدث لزوجته في المستشفى. وبحسب ما نشره عبد الله رشدي فإن المستشفى الشهير بالتجمع الخامس تسبب في خطأ طبي أدى إلى دخول زوجته البالغة من العمر 35 عاما في حالة حرجة وتوقف قلبها، مشيرا إلى أنه تم وضعها على أجهزة إعاشة حتى وفاتها المنية خلال ساعات. وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على زوجة الداعية عبد الله رشدي من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بعد أداء صلاة الظهر، وسط حضور العديد من أقارب وأصدقاء الداعية والذين حرصوا على تقديم واجب العزاء اللازم له ومواساته في حزنه على رحيل زوجته. وظهرت معالم الحزن والصدمة على وجه الداعية عبد الله رشدي فور وصول جثمان زوجته إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة وتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة ودفنها هناك. وحرص عدد كبير من أقارب وأصدقاء الداعية عبد الله رشدي على المشاركة في مراسم تشييع جثمان زوجته وأداء صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بعد أداء صلاة الظهر، حيث قدموا واجب العزاء اللازم له. يوما ولاه وبعد، وقد كانت زوجتي نعمة من الله عز وجل علي، وقد اختارها الله سبحانه وتعالى، وما يفعله الله عز وجل فهو خير ونقبله ونرضى به ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون.